اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه كره ميخوس في جديد اخبار كره القدم العالميه. بدايه غادا تكون من الارجنتين، المنتخب الفائز بكاس العالم، حيث ان لاعب المنتخب الارجنتيني المتوج بكاس العالم الفاريس بالاسيو يجد نفسه قد اضاع ميداليه كاس العالم الذهبيه، وكذلك القميص اللي شارك به في المباراة، بعد ما قامت الزوجة ديالو بعرض القميص وعرض الميدالية الذهبية، وكذلك مجموعة من المقتنيات الخاصة باللاعب. جدير بالذكر أن اللاعب كيلعب في نادي باير ليفركوزن رفقة الدولي المغربي أمين عدلي، لاعب متألق يعني وباقي شاب. المشاكل بدأت مع الزوجة ديالو في منتصف يناير 2023، وصلت لنهاية العلاقة ديالهم اللي كان الطلاق فيها. زوجة اللاعب تتأكد على أن اللاعب ما كينفقش عليها، وما اضطرها إلى بيع مقتنيات اللاعب من أجل تسديد مجموعة من الديون والرهون التي تقع على كاهلها. كما كتصرح أن اللاعب لم يقم بدفع ثمن الشقة التي تقطن بها. بالإضافة لأن زوجة اللاعب السابقة دخلت في واحد المشكل آخر، ديال أنها كتهدد اللاعب بفضح أسرار المنتخب الأرجنتيني. أما في الدوري السعودي فيبدو أن سوء الطالع يلازم اللاعب كريم بنزيما، ويبدو أن لعنة قد حلت عليه، حيث أن اللاعب في المباراة السابقة قام بإضاعة ضربة جزاء وسجل هدف على مرماه، بالإضافة إلى أن الحكام لم يحتسبوا له هدفين. بالإضافة إلى هذا فإنه لن يشارك في الجولة رقم 22 من الدوري السعودي، في كلاسيكو ديال الدوري رونش السعودي اللي هو بين الهلال والاتحاد. بعدها تأكدت الفحوصات الطبية أن اللاعب عنده إصابة عضلية، الأمر اللي غادي يستدعي أنه يستبعد على الأقل على مدة أسبوعين. اللاعب كيمر بواحد الأوقات سيئة، ونفسيا هو ليس جاهزا نفسيا ولا بدنيا هذا الموسم للمواصلة بمستوى عالي في الدوري السعودي.